الحمد لله كده خلاص جمعت ال 100 جنيه تمن علبة الصواريخ. هروح بقى اشتريها قبل ما اروح المدرسة عشان اعمل مقالب في المدرسين وفي اصحابي، وخصوصا بقى البت روانزل اللي مجنناني كل شوية تغيظني. انا بقى هضرب فيها صواريخ اخليها تتجنن. بسرعة بقى بسرعة قبل ما الراجل عمو بتاع الصواريخ يخلصها. فول فول. انا هستلب 5 جنيه فول. باربي يا حبيبتي. نعم يا طنط، حضرتك عايزة حاجة؟ ايوه يا حبيبتي، معلش خد ال20 جنيه دي احدفها لك في السبت، هاتيلي ب20 جنيه فول. حاضر يا طنط من عينيا. فول. يا عمو عايزه ب10 جنيه فول. حاضر. عايزة عليه طحينة ولا لا؟ ايوه يا عمو. وانا مش عارفه ماما قالت لي هاتي بكام فول ولا بليله ولا عايزه ايه بالظبط. باربي. ايوه يا ستيسي عايزه ايه؟ يلا بقى عشان هتاخر على المدرسه. ما تعرفيش ماما كان عايزه بكام فول وبكام بليله؟ يا ستيسي انت لحقتي نسيتي؟ ماما عايزه ب15 جنيه فول و10 جنيه بليله. ايوه صح. انا بقى اطلع الصواريخ هنا ولا اطلعها في المدرسه ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا هطلع علبه الصواريخ، هضرب صاروخين هنا في الشارع، والباقي بقى اعمل بيه شقلبه في المدرسه. البنت الشقيه دي صواريخ ايه؟ حرام عليكم، ده انا راسي مصدعه، وبعدين بقلق من الصواريخ دي لا تعور حد. انت يا بنتي اللي اسمك باربي. ايه ده؟ هي بتند عليا ليه دي؟ هي عايزه ايه؟ هي سامعاني وانا بتكلم ولا ايه؟ يا دي المصيبه، اديني نسيت علبه الصواريخ فوق في البيت. انا هدعي على سكيبر اختي تحدفها لي من الشباك. سكيبر يا سكيبر. ايوه يا باربي ايوه. بقول لك يا سكيبر الله يخليكي احدفي لي العلبه اللي على الترابيزه، انا مش عايزه اعلي صوتي عشان طنط ما تسمعنيش. هاتي لي علبه الصواريخ اللي على الترابيزه اللي انا نسيتها على ترابيزه الصالون. بسرعه يا سكيبر بسرعه يا سكيبر، انا كنت هنساها رايحه بيها المدرسه بسرعه. خدي يا باربي خدي العلبه اهي. خلاص وطي صوتك بقى طنط هتسمعنا. يلا احدفيها يلا. شكرا يا سكيبر شكرا. هتعمل بيها ايه البنت الشقيه دي؟ باربي كل يوم عامله لنا مشاكل في الشارع. صراحه بابا لو حد اشتكى منها تاني هيمسكها يضربها علقه. لا يا باربي ما تحدفيش يا باربي صواريخ هنا يا باربي، طنط دي تعبانه يا باربي، حرام عليكي بتتخض من الصواريخ. انت مالك انت يا ستيسي؟ انت مالك؟ حد وجه لك كلام؟ حد كلمك؟ ايوه بابا قال لك لو ولعت صواريخ في الشارع هيضربك يا باربي هيضربك. مالكيش دعوه خلاص، انا بقى اعمل اللي انا عايزاه وفي وقت ما انا عايزه. ايه البنت العناديه دي؟ ايه ده؟ انا هرمي بقى الصاروخ ده واشوف ايه اللي هيحصل في الشارع. يا بنتي حرام عليكي يا بنتي اللي اسمك بار بنتي، يا بنتي حرام عليكي راسي وجعاني، وبعدين الصواريخ دي ممكن تعور حد. مفيش حاجه يا طنط، مش انا اللي عملت كده. يا كدابه، ما انا شايفك يا بنتي، شايفك انت اللي عماله تضربي بصواريخ. ايه ده؟ وانت مالك يا عم انت بتاع الفول؟ انت مالك؟ كنت شفتني بعمل حاجه؟ ايوه يا بنتي مش شايفك بتضربي صواريخ في الناس. يا حبيبتي انت شايفاني عميت؟ ما انا شايفاكي يا باربي عماله تحدفي في صواريخ. ماشي يا باربي، لما يجي باباكي انا هخليه يضربك يا باربي. يضربني؟ بابا ما يضربنيش طبعا. على فكره يا باربي ما ينفعش كده، باباكي لما يجي هيضربك، انا ماليش دعوه. ودلوقتي طنط طبعا ما بتخبيش حاجه، بتروح تقول كل حاجه بالظبط. يا بنتي حرام عليكي، الصواريخ جت عندي والولد ابني اتعور في دماغه. خلي عندك دم بقى. ايه ده؟ انا همشي اروح اعملهم في المدرسه احسن. انا هروح المدرسه اشغلهم في المدرسه احسن بدل الشارع الرخم ده. وبعدين ده احنا في رمضان، يعني هنشغلهم امتى يعني؟ ايه ده؟ ايه البنت الشقيه دي؟ الله يكون في عون مامتها، تعبت معاها ودايما تشتكي لي منها. معلش يا طنط حقك عليا انا. لا يا سكيبر يا حبيبتي مفيش حاجه، صراحه انت اللي فيهم يا سكيبر، انت احسن واحده في اخواتك. ميرسي جدا يا طنط، ربنا يخليكي. حضرتك مش عايزه حاجه اجيبها لك؟ لا يا حبيبتي شكرا، ربنا يخليكي ليا يا سكيبر. قلت الباربي وجابت لي الفول، بس ربنا يهديها شقيه قوي. معلش يا طنط معلش، حقك عليا انا. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ وحشني كتير. انت اكتر يا باربي. الحمد لله يا باربي كويسين. النهارده بقى عامله لكم حته دي مفاجاه خطيره. مفاجاه ايه يا باربي؟ فعلا يا باربي مفاجاه ايه؟ جايبه لكم علبه صواريخ بتاعت رمضان. هنفرقع بقى في المدرسين في البريك، هنعمل شغلانه جامده جدا. هنعمل لكم بقى ايه بوليجه النهارده جامده. يا باربي السنه دي، يا باربي انت مش ناويه تجيبها البر السنه دي؟ انت ناويه تتفصلي السنه دي يا باربي؟ طبعا هي باربي كده، بدل ما يبقى رمضان بقى حاجه حلوه عليها هيبقى نكد على دماغها ان شاء الله. ليه كده يا ليلى؟ فلا الله ولا فالك يا شيخ، حرام عليكي، ما تقوليش كده. وفيها ايه يعني التهريج ده؟ انا بحب الضحك جدا. اما نشوف اخره الضحك بتاعك ده ايه يا باربي. غريبه جدا باربي دي. خلاص اسكتوا، مستر سيد جاي. ربنا يستر. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا مستر. ايوه هو مستر سيد جه عشان ياخد بقى حظه من الصواريخ النهارده السنه دي. يا باربي انت مش يا بنات حضرتوا الدرس ولا لسه؟ انا حضرته يا مستر. انا صراحه يا مستر ما لحقتش، وانا كمان حضرت يا مستر. وانت ليه ما حضرتوش يا بنتي؟ لازمك بار بنتي، انا عارفك غلبويه ومش فاضيه للمذاكره ولا حاجه، انت مش فاضيه غير للعب وبس. ليه بس يا مستر؟ انا عملت حاجه؟ انت عملتي؟ انت لسه هتعملي؟ ربنا يستر عليكي يا باربي، ما تترفتيش السنه دي. ايوه ادي المستر مدينا ظهره وعمال يشرح ولا واخد باله. خلاص يا بنات فهمتوا ولا لسه؟ فهمنا يا مستر. افرقع بقى انا الصاروخ براحتي. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
ايه ده يا بنتي يا قلة الادب؟ مين اللي فرقعت الصاروخ في الارض؟ مش انا يا مستر. هو انا ما عملتش حاجه خالص، انا قاعده ساكته من الصبح. هو انا طبعا يا مستر ما بجيبش الحاجات دي المدرسه ابدا. كلكم لازم تقوموا، كله يقوم وكله شنطته هتتفتش. انا هندى على الميز الاخصائيه خليها تفتشكم كلكم يا قلة الادب. انا تضربوا الصواريخ تحت رجلي في الارض؟ ماشي. انا تضربوا لي صواريخ في الفصل كده وانا قاعد بشرح يا قلة الادب؟ يا مستر ما عملناش حاجه يا مستر. يا مستر لا، حضرتك لازم تشوف مين اللي عمل كده، مش احنا. ده شكل كده حد حدفه من الشباك بتاع الفصل يا مستر. شباك يا بنت انت عبيطه انت فاكراني عميد مش شايف؟ انا مديكوا ظهري بس عارف ايه اللي بيحصل في الفصل. يا سلام، بيشوف من قفاه ولا ايه؟ ربنا يستر بقى ما يشوفش العلبه اللي معايا في الشنطه. قوموا كلكم، قوموا بسرعه وارفعوا ايديكم فوق، وانا هندى على الميس وهندى على المديره والاخصائيه وكله والوكيله وخليتكم سودا النهارده. كلكم هتتفصلوا يا كلاب. اللي مش هتقول مين اللي عملت كده انا هفصلكم كلكم. يا مستر احنا مالنا يا مستر؟ ايوه يا مستر، انا ماليش دعوه بالحاجات دي. هو انا يا مستر اصلا انا بخاف من الصواريخ يا مستر، وانا طبعا ماليش في الحاجات دي خالص. يا كدابه يا باربي، يعني انت تعملي المصيبه وتلبسيها فينا احنا؟ دلوقتي هنقوم كلنا نقف لحد ما الميس تيجي والمديره والوكيله وهتبقى ليلتنا سودا النهارده. حرام عليك يا باربي، ضيع لنا الحصص. انا عملت لكم ايه يعني؟ فيها ايه يعني لما العب شويه بالصواريخ؟ قومي يا بنت انت وهي، قومي. يا مستر حرام يا مستر، رجلي وجعتني جدا يا مستر. يعني احنا مش احنا اللي عاملين كده، وحضرتك خلي الفصل كله يقوم ويرفع ايديه. ايوه يا بنت انت وهي، انا مش هقعدكم ولا هخليكم تنزلوا ايديكم الا لما حد يقول لي مين اللي عمل كده. مش احنا يا مستر، ولا انا يا مستر، ما بحبش الحاجات دي، بخاف منهم. ولا انا طبعا يا مستر. يعني مش هتقولوا؟ خلاص انا هقول يا مستر، انا هقول. بلاش يا روبانزل، الله يخليكي ما تفتنيش عليا. المستر هيرفدني، ارجوك يا روبانزل، هتفصل يا روبانزل، هترسل. انا ماليش دعوه تتفصل ولا تتنيل على عينك، انا مالي؟ يعني انت تضرب الصواريخ وتعمل مشاكل واحنا نرفع ايدينا ونتبهدل كده؟ خلاص يا روبانزل، مش هعمل كده تاني. قولي يا روبانزل، مين اللي عمل كده؟ باربي يا مستر، صراحه باربي هي اللي معايا علبه صواريخ عماله تتفرقع في المدرسه من الصبح. يا قليلة الادب يا باربي، اطلعي بره يا بنت انت. خلاص يا مستر مش هعمل كده تاني، معلش يا مستر، اخر مره. ولا اول مره ولا اخر مره، اطلعي بره بقول لك. وانت هيكتب لك فصل لمده شهر يا باربي، اقعدي طول شهر رمضان قاعده بقى ايه تشمسي في بيتكم، تاكلي وتشربي براحتك، ودرجاتك هتبقى زي الزفت الشهر اللي بعده ان شاء الله، عشان دي فيها اعمال سنه، وفاهمه يعني اعمال سنه؟ يعني الشهر كله هتبقى مفصوله وقاعده في البيت، وكل ده ان شاء الله ينزل من درجاتك في اعمال السنه يا باربي. خلاص يا مستر خلاص. لا خلاص ولا زفت، اطلع بره، يلا اطلع بره. ماشي يا روبانزل، اما وريتك بعد المدرسه. وكمان هتعمل لها بعد المدرسه ان شاء الله. انا ما قلتش حاجه، انا ما عملتش حاجه، مش هقول حاجه ولا بعمل حاجه ولا اي حاجه يا مستر. طب اياك تمد ايدك عليها يا باربي، شوف هعمل فيكي ايه. بدل ما هتتفصلي شهر هتتفصلي السنه كلها يا باربي، وتعيدي السنه ان شاء الله. احسن على الاقل نخلص منها ومن قرفها. ماشي يا روبانزل، ماشي.